ملهاش غير الليله دي. حموده، واد يا حموده. نعم يا خالد. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا استنى. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هتدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقول لك ايه يا يوسف، خليني اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك يا ابو صلاح. بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلم. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طبنجه وكده. ما تقلقش. امان. تمام. سلام. صفاء 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 صفاء. ايه يا دي؟ صفاء فين يا أم؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا اما؟ بايته عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه انا لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. انام؟ هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه يا خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمه. هو في حاجه؟ لا ابدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وانت من اهل. بتقول لي نامت. ما هو مش معقول يا خالتي 24 ساعه بيراقبني، بجد بقت حاجه تخنق. خايف عليكي يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيله صغيره اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى؟ خليني اكلمها. مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب. لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه احسن يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد، بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي. خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك. هتعطي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر ده. الظهر؟ الله، مفتاح الصيدليه في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناهد قلت لك 100 مره ما تديلوش المفاتيح يفتح اللكزخانه لوحده. يا راجل ما انا دخلت سالتك وقلت لي اديها له. حلو ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجان قهوه ساده. على فكره يا عطيه انت ما تطقش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. قصدك ايه يعني؟ ما قصديش، هقوم اعمل القهوه. يا ناهد 100 مره قلت لك انا مش عايز يروح يفتح لكزخانه ولا يخش الحاره دي من اصله. ليه يا اخويا؟ يكون شنخه ولا هيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير.
السلام ورحمة الله وبركاته. ثانية واحدة. ما بيردش. خمستاشر. السلام عليكم. صيدلية النور. ايوه يا سيدي. ايوه يا بابا. انا مش 100 مره قلت لك ما تنزلش الزفت الاجزخانه دي الا وانا معاك. يا بابا. يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى؟ انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ اقفل دلوقتي وادي المفتاح لغبي. ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. انا هنزل افتح معاه المفتاح الاحتياطي، يلا يا اخويا. الدقي الدقي زحمة قوي دلوقتي. امبارح. قريب ده رد عليه. ايوه. لا معلش اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. 5 دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوه. ماشي ماشي. يا مسهل. يعني يا وسط يا ظهر. القهوة. تسلمي لي. قهوة ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مرة ما بشربهاش في فناجين، أنا بشرب القهوة في كوباية، إيه؟ في ايه يا عطية؟ نهار اسود عليا النهارده، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا. إيه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من إيديك الحلوة خلاص. ما هو مش كده يا عطية، من الصبح يا اخويا زعيق. كان يوم اسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدلية. ما أنا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من أصله ولا يشتغل في الصيدلية، وقلت الكلام ده 100 مرة لما قلبي اتنقل. خلاص يا اخويا، انت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغالة جاية بكرة. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد شغالة ب1000 جنيه علشان 3 تنفار في البيت؟ ايوه، قول بقى كده، قول انك جايب خدامة ليك انت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا وتاج راسنا. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل. قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش الكوافير. قول. لا بقى ده كلام. ضوافرك ده احنا خدامين ضوافرك، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافرك. بقى ده كلام. بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايباها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟ مناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا، هو سبته يا باشا زي ساعتك مع مرة. حاضر يا باشا. خد يا بلال.
ما تخلي يا ريس. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربيه وادفع ايجارها. هيحصل يا ريس. السلام عليكم. السلام. الواد بلال ده راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا وليه، انت هتفضلي نايمه للعصر. اوه، ما انا قايمه من النجمه عشان افطر العيال، سيبنا ننام شويه بقى. خليكي نايمه. خد يا منى، جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفته وشويه سلطات وعيش من الفرن. ما تهدى بقى شويه يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحه على بطننا. انت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، انت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي؟ ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي اطلع البلكونه وابص على منظر عادل. انت مش كل ما بتطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحاره يا منى، واي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحاره بتبيع. اهدي شويه يا منى، اهدي يا بنتي. اي فلوس بعملها ما هي ليكي ولاخواتك. انا خايفه عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى اجيب الكباب هموت من الجوع. حاضر. ما تقومي يا وليه وخلي عندك حصوه ملح. خلاص هقوم بس دقيقه واحده بس. ايه الوليه الجبله دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه، لازم تخلصي الدرس كله. طمعانه في الجنه. وانت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا اقدس وانت تحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البت الاول. وليه معطله هتجنني؟ ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين، لا اله الا الله. يا اختي ده احنا دخلنا على ربع مرتبه، لا قلنا ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. يا سعديه، بس فنطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها يا رب. خايفه ما سترش البت، يا لهوي، ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده؟ ده هي دي نجدتي، ربنا بس يشفيه عم منصور يا رب. بقول لك ايه، ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله ونقول ثواب. صعب انا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصاصي بلاش طمع، انت حابه وانا حابه. لذلك يصل الحجيج إلى جبل عرفات، وهناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب لا فرد الشبشب السودة كانت هنا راحت فين؟ عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا ابيض واسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده اما تصورني يا اخويا. اصورك ازاي؟ اقرب من صورتي بعد 2 كيلو من هنا، اشيلك على كتفي واجري ولا اعمل ايه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. ازاي بس يا ازاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك سيره الحج. قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت يا واد هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. اهي فرد الشبشب اهي. بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر ياما. النهارده يا واد. حاضر ياما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غاره تغوره. بطل دوشه يالا، بطل دوشه. الو، بقول لك ايه، ابعت لي عربيه. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي، هيبقى هنا على 5 5:30. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها.
ما ترغيش في فلوس قدام الزبون. يلا مع السلامه. ازيك يا سناء؟ نحمده يا اخويا. فت على ابوكي؟ ايوه بس تعبان قوي والله يا سعيد. ادعي له يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندعيله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه يا سناء؟ ها؟ لا يا اخويا مستغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل، بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج، مستوي يا اختي. انسى ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى ازاي يا سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمه راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليه في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحاره يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب، معلش. هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان، بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اختي انا ما بفكرش في حاجه، ولا دخل العده واقفل المحل، مش صاحبه عيان يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي، يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اختي بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح على المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعوا. قوم يا فرح. في يا سناء مالك راكبه 100 عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى، ويلا يا عيال عشان تاكلوا. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عمل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها لي. انت لسه شفت منه حاجه؟ ده كان صاحبي وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقف ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش. قوموا يلا غوروا من وشي. قوم. هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا للمتهم. ملكا للمتهم. يقويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي ياما. إلهي ربنا يجعله من حدك من نصيبك، واشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح اختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي ان ربنا يهديها. يو ما اختك كويسه والحمد لله، انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جامعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش وولاد الحرام. وخلي بالك ما يبوظش البت غير البت اللي زيها. اصحابها كلهم بيجوا لها لحد هنا وعارفينهم وكويسين وولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه، لو حبيتي تجيبي بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك بطيخه مسخه بس سكر من ايديكي. روح يا شيخ، الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو عوزت حاجه انا بره ابقى انده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جرح ان يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير حسن النيه. والحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه. يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله. ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له:
قبلت قدري واحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ ايه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا اولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمه لله وحده طبعا، انا اقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا ايه يا ولاد الكلب؟ نمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطه. ايه انا بدي الدرس للهوا؟ لا يا اخويا كمل كلامك حلو قوي. كملي نوم انت يا زينب. اكمل كلامي حلو. سمعت حاجه من كلامي؟ يلا خدي بنتك وروحوا ناموا. يلا بنت معلش يا عيشه. اخويا معلش، تعرف انا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عيشه يلا. يلا يا اختي الله يعينكم. كمل يا اخويا كلامك حلو كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. انتوا من اهله. الله يعينكم خالص. ما تقوم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان. لا يا حاج انا قاعد معاك شويه. بجد يا شوقي؟ ولا يا شوقي انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب اعيدهولك مره تانية وافهمهولك بطريقه مختلفه؟ فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوقي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على قدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول. لا يا حاج يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا 2 لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني سعوا ودوروا. سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل في بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. ادور فين بس يا حاج؟ يا ابن البلد كبيره. سم بالله كده واقصد كريم ودور وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر يا حاج. من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي. من بكره الصبح؟ ما انت كل مره بتقول لي من بكره الصبح ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه، هو انت ما هتشتغل هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح جيل مهب بجد كل بلد. لم هادي السجاجيد ورجع الصلاه زي ما كانت. يلا حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحه. روح يا منى ده اخواتك يا حبيبتي الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحه يا بنت هتقطعي شعري. ماشي يا زيزو. خلاص خليك انت بقى وانا اروح اناديهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سيد اطلع يا واد الاكل. هو ده الشغل يا بنت، ضربه واحده ونخلص. طب خد الواد بلال معاك. ما ينفعش. فين الشنطه؟ اللي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع عنه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده وانت صوت بس اهو يخوف. هات الشنطه. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب. ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله. اول يوم اجي لكم القسم تنزلوني مأمورية وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه يا ابو صلاح. لا يا نهار اسود. ايه ده؟ اقف. حاضر.
اثبت. غير الليله دي. حموده وادي حموده. نعم يا خالد. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا استنى انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هتدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقول لك ايه يا يوسف، خليني اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني، بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك يا ابو صلاح، بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح.